بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. شباب رابعه ابتدائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، علشان خاطر خلاص الامتحانات قربت، لازم نذاكر كويس. النهارده هناخد اول درس في المحور التاني. بيقول ايه؟ بيقول الصوم، وهناخد صوم بابا يسوع لما كان على الجبل، التجربه على الجبل. بعد ما بابا يسوع اتعمد على طول والسماء انشقت وسمعنا صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، واستقر الروح القدس على راسه. يقول كده ان بابا يسوع ذهب فين؟ في البرية، في الصحراء، وهناك قعد 40 يوم صايم من غير ما ياكل خالص. وفي الاخر جاع. عارفين ليه جاع؟ عشان بابا يسوع زي ما هو اله، هو برضو انسان في كل الصفات الانسانية، فهو برضو جاع اخيرا. الشيطان جاله وقال له ايه؟ قال له لو انت ابن الله قول للحجارة دي تبقى عيش وكل. راح بابا يسوع رد عليه برضو من الكتاب المقدس وقال له ايه؟ قال له ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني ايه؟ يعني انا مش بتغذى بس عيش وفراخ وسمك والاكل الحلو اللي احنا بناكله ده، لا، زي ما جسدي بيبقى محتاج يتغذى، روحي برضو محتاجة تتغذى. تتغذى ايه؟ تتغذى كتاب مقدس، تتغذى صلاة، تتغذى صوم، تتغذى تسبيحة. كل ده حاجات مهمة قوي لغذائي الروحي. تاني تجربة قال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لئلا تعصر بحجر رجلك. يعني قال له إيه؟ قال له ارمي نفسك من هنا، لأنه مكتوب إن أنت لو رميت نفسك من هنا الملائكة هتيجي وإيه؟ وتحافظ عليك وهتشيلك. راح بابا يسوع قال له إيه؟ قال له مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. يعني إيه يا حبايبي؟ يعني لا، إحنا دلوقتي ما نقولش إيه؟ طب أنا بقى أنا عارف إن بابا يسوع هيحافظ عليا، فأنا همشي وهرمي نفسي قدام العربية. لا يا حبيبي، مش كده، ما ينفعش نفكر كده. احنا نمشي وبابا يسوع كده كده يحافظ علينا، لكن ما نبقاش ماشيين ودايما ان احنا هنجرب بابا يسوع، انا هعمل حاجه فلانيه ومستني منه الحاجه العلانيه. لا، مش كده. لا تجرب رب الهك. تالت حاجه، الشيطان جه لبابا يسوع وقال له ايه؟ قال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. وقفوا كده عند حته عاليه قوي، وراه كل ممالك العالم وكل الحاجات الحلوه اللي في العالم، قال له هديك كل دوت لو سجدت لي. بابا يسوع رد عليه وقال له ايه؟ قال له للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. يعني اللي نسجد له ونعبده هو واحد بس، هو مين؟ هو ربنا. لكن مش اي حد كده يقول لي اسجد لي هسجد له. دي كانت تالت تجربه على الجبل جرب بيها الشيطان بابا يسوع، وبابا يسوع انتصر عليه. ليه؟ لان هو كان صايم وكان بيصلي عشان يعلمنا ازاي نصلي. وانتوا كده يا شباب عايزكم تركزوا، احنا الشيطان بيحاربنا كتير. طب انا هنتصر عليه إيه؟ بحاجتين. هنتصر عليه ازاي؟ هنتصر عليه لما اصلي كويس ولما اصوم. لما اصلي هقدر انتصر عليه، ولما اصوم هقدر انتصر عليه. وبابا يسوع قال لنا الكلام ده في آية حلوة قوي. بيقول ايه؟ فقال لهم هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. مرقس 9:29. هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. مرقس 9:29. يبقى نتعلم إيه؟ نتعلم إن إحنا طول ما إحنا بنصلي كويس، طول ما إحنا بنصوم، طول ما إحنا مواظبين على القداس وعلى مدارس الأحد، الشيطان عمره ما يقدر يقرب لنا ولا ينتصر علينا. ودايما كده نرد عليه بحاجة من الكتاب المقدس. يقول بابا يسوع مش معاك؟ قول له لا، ده قال لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. انت بابا يسوع مش حاسس بيك؟ قال لك لا، ازاي؟ انه قال ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. فبابا يسوع كده كده بيحافظ علينا وبيهتم بينا، بس نرد على الشيطان من خلال الكتاب المقدس. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم. ركزوا وذاكروا كويس عشان خاطر الامتحانات قربت، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. شباب رابعه ابتدائي الجمال عاملين ايه؟ يلا نذاكر عشان خاطر الامتحانات قربت. النهارده معانا الدرس الثاني من المحور الثاني. اسمه ايه؟ اسمه الكنيسه في العهد القديم. ايه بتقول ايه؟ هو كان في كنيسه
في العهد القديم ومن ضمن الحاجات اللي ربنا قال لنا ان دي كنيسة في العهد القديم هو فلك نوح. هنعرف ازاي فلك نوح كان كنيسة في العهد القديم. نوح ده كان راجل جميل جدا وكان بيحب ربنا، وكان عنده 3 أولاد، سام وحام ويافس. ركزوا معايا، سام وحام ويافس دول كانوا متجوزين مرات سام، مرات حام، ومرات يافس. كده كام؟ 6. ونوح ومراته، يبقى كده كام؟ أسرة نوح قد ايه؟ 8. حلو قوي. نوح كان قاعد وسط ناس أشرار، وكان كل الناس في زمن نوح كانت بتعمل الشر. راح ربنا قال لنوح: يا نوح، الناس عملت شر في العالم كبير قوي، فأنا هنزل طوفان على العالم ده كله، فاعمل لنفسك فلك. يعني ايه فلك يا حبايبي؟ فلك يعني سفينة كبيرة، وابني الفلك دوت بالمواصفات اللي هقولك عليها، علشان خاطر لما يجي الطوفان تنجو انت والأسرة بتاعتك. طبعا نوح صدق ربنا وبدأ فعلا يبني الفلك، واستغرق بناء الفلك ده 100 سنة. فعلا بدأ يبني الفلك، وهو بقى بيعمل السفينة كده على الأرض. الناس قعدوا يقولوا: ايه ده؟ ايه يا نوح، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو في حد يبني سفينة على الأرض؟ انت اتجننت يا نوح ولا لا؟ ونوح فضل مصدق ربنا ان ربنا هيبعت طوفان على العالم، وده الوسيلة الوحيدة اللي هننجو بيها من الطوفان. فعلا بعد فترة كبيرة، قلنا استغرق بناء الفلك 100 سنة، فعلا ربنا جاب طوفان على العالم كله، وفعلا الطوفان غرق كل الناس، واللي نجا بس من الطوفان هو نوح وأسرته. الفلك كان فيه 3 أدوار، وكان فيه حجرات كتيرة جدا جدا جدا، وربنا دخل كل أسرة نوح الفلك وأغلق ربنا الباب من بره، وده دليل على اهتمام ربنا بنوح، لأن مين اللي كان هيقفل الباب غير ربنا؟ ربنا هو اللي قفل عليهم. حلو؟ تمام. بعد كده فضل المية شغالة 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 40 يوم على الدنيا كلها، وفضل فعلا الموضوع مستمر 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 لحد ما حصل ايه؟ نوح بعت غراب عشان يعرف ان الدنيا بقت كويسة ولا لا، المية وقفت ولا لا، الدنيا بدأت تتكون تاني ولا لا. اول مرة بعت غراب، بعد كده بعت حمامة. لما بعت غراب وحمامة، الحمامة ما لقتش مكان تستقر عليه، راحت الحمامة رجعت. بعد كده تاني مرة بعت الحمامة لتاني مرة، راحت رجعت بغصن زيتون، رجعت بغصن زيتون. ده دليل انها بدأت الحياة تبقى موجودة تاني. تالت حاجة، راحت لما بعت الحمامة، بعتها تالت مرة، الحمامة ما رجعتش. ده دليل ان هي خلاص لقت الحياة بتاعتها وقعدت واستقرت وكله تمام. بعد كده فعلا راح فلك نوح استقر على جبل أرارات، ووقف على جبل أرارات، وفعلا نوح نزل من الفلك وهو وأسرته وبنى مسبح لربنا، وفعلا صلى وشكر ربنا جدا على رعايته ليه جوه الفلك. نستفيد ايه يا حبايبي من قصة الفلك بتاع نوح ده؟ نستفيد ان الكنيسة هي خلاص العالم، وان الدنيا دي كلها عاملة زي الطوفان والبحر الهايج، لا خلاص جوه الكنيسة. عشان كده بنقول كل اسبوع روح مدارس الأحد، كل اسبوع اتناول، انتظم على الحاجات اللي الكنيسة بتدهاني، ننتظم على المهرجان، ننتظم على كل الحاجات الحلوة اللي الكنيسة بتدهاني، لأن لا خلاص خارج الكنيسة يا حبايبي. لازم نركز في الموضوع ده قوي. كل اسبوع روح مدارس الأحد، كل اسبوع اتناول، كل اسبوع اعترف، لا خلاص خارج الكنيسة زي ما نوح ما لقاش خلاص خارج الفلك. الآية بقى بتقول ايه؟ بتقول: بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته. عبرانيين 11:7. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته. عبرانيين 11:7. انت كمان ابني فلك لخلاصك. ايه الفلك اللي هبنيه؟ قرايات الكتاب المقدس، الصلاة، الصوم، علاقتي مع ربنا، الاعتراف، التناول، كل ده يا حبايبي يبقى خلاصي، والخلاص العالم كله زي ما كان الفلك خلاص للعالم كله. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الله والابن والروح القدس، لا واحد امين.
حبايبي شباب رابعه ابتدائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتذاكروا عشان الامتحانات قربت. النهارده معانا الدرس الثالث من المحور الثاني. بيقول ايه؟ بيقول نشأة كنيسة العهد الجديد وحلول الروح القدس. في جبل الزيتون وبعد 40 يوم من قيامة ربنا يسوع المسيح، قال لتلاميذه ما تمشوش من أورشليم، خليكم حتى يحل الروح القدس عليكم، عشان لما الروح القدس هيحل عليكم ستنالون قوة كبيرة جدا. وارتفع عنهم وصعد للسماوات. التلاميذ مع ماما العذراء فضلوا يواظبوا على الصلاة بقلب واحد في بيت ماري مرقس اللي كانوا مسمينه العلية. والعذراء مريم كانت بتباركهم، والرسل والنساء اللي كانوا بيخدموا بابا يسوع. وبعد 10 أيام حدث أمر عجيب، اللي هو ملأ بيت ماري مرقس صوت عالي من السماء كصوت ريح شديدة، ونزلت ألسنة على كل واحد منهم على هيئة نار، النار اللي تحرق الخطية وفي نفس الوقت تدي قوة للتلاميذ. وامتلأ الجميع من الروح القدس. في الوقت ده مدينة أورشليم كانت مزدحمة جدا جدا بالناس. جمع كبير من اليهود أتوا من مناطق كتيرة من 15 دولة حول العالم بيتكلموا بلغات مختلفة. جاءوا للاحتفال بعيد مهم قوي عند اليهود اسمه ايه؟ اسمه عيد الخمسين. سمع الناس صوت الريح وأسرعوا لبيت ماري مرقس واندهشوا. ليه؟ لأن كل واحد من التلاميذ كان بيتكلم لغة مختلفة. فقالوا ايه ده؟ مش الناس دي كانوا من الجليل؟ هما بيتكلموا ازاي كل واحد منهم بلغة؟ ما كانوش يعرفوا ان الروح القدس حل عليهم. بطرس اخبر كل الناس عن اللي ربنا يسوع قدمه للبشرية، وازاي انه تألم وصلب ومات ودفن في القبر 3 ايام وانتصر على الموت وقام وصعد للسماوات. وقال اللي شايفينه ده دلوقتي ده الوعد اللي وعدنا بيه ان الروح القدس هيحل علينا. الناس فرحوا قوي بكلام بطرس وسألوه طب ماذا ينبغي أن نفعل؟ نعمل إيه يا بطرس عشان ندوق الحلاوة اللي انتوا ضايقينها ديت؟ قالوا توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. يعني اقبلوا عطية الروح القدس وصلوا ان ربنا يغفر لكم خطاياكم واحنا هنعمدكم. وفعلا آمن واعتمد في اليوم ده 3000 شخص. بشر التلاميذ بالإنجيل في العالم كله زي ما ربنا أوصاهم بالظبط، وقال لهم كده اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وانضم الكتير جدا، ناس كتير جدا لكنيسة العهد الجديد اللي أسسها الله في يوم الخمسين، الكنيسة اللي المفروض احنا كلنا أعضاء فيها. دي كانت قصة بداية الكنيسة حبايبي في العهد الجديد. فلازم احنا كلنا ناخد القوة دي، والروح القدس يدينا بقى في العهد الجديد ثمار الروح القدس. ليه ايه؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، وداعة، لطف، تعفف، صلاح، إيمان. فلما يبقى عندي محبة لأخويا أنا عندي كده ثمرة من ثمار الروح القدس. لما يبقى عندي وداعة أبقى وديع زي بابا يسوع، يبقى عندي ثمرة من ثمار الروح القدس. الآية جميلة قوي، بتقول ايه؟ بتقول اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. مرقس 16:15. الشاهد سهل قوي، مفيش أسهل من كده. طب الآية دي ينفع أنا أعملها؟ يعني أنا ينفع أذهب للعالم أجمع واكرز بالإنجيل للخليقة كلها؟ يعني أعمل إيه يا مستر؟ يعني آخد الإنجيل معايا المدرسة وأفضل أشرح للناس؟ مش كده يا حبايبي. المفروض بقى نعمل إيه؟ لما الناس يشوفوني أنا أمين يقولوا ده عشان مسيحي، فنبقى نور للعالم وملح الأرض. لما الناس يشوفوني عندي محبة يقولوا ده أكيد عشان مسيحي. لما الناس يشوفوني إن أنا بسامح غيري يقولوا الله ده فعلا المسيحيين منورين. فأنا كده أبقى بكرز بالإنجيل وببشر بالإنجيل وبقول للناس يا جماعة ده بابا يسوع ده حلو قوي، ده الإنجيل ده جميل قوي، لما أنا أبقى كويس وعايش الكلام اللي جوه الإنجيل. فنركز جدا ان احنا كلنا مفروض نعمل زي التلاميذ والرسل. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرح قلوبكم. ذاكروا كويس علشان خلاص الامتحانات على الابواب، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. شباب رابعه ابتدائي الجمال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتذاكروا عشان خلاص الامتحانات قربت. ولاد ربنا دايما معروفين ان هم لازم يبقوا ناجحين، فلازم نذاكر كويس. النهارده معانا الدرس الرابع من المحور الثاني. بيقول ايه بقى؟ الدرس ده مهم قوي قوي، عايزكم تركزوا فيه معايا. بيقول الدرس ده
ان التسامح والغفران مهمين جدا لحياة الانسان، وهناخد مثال عليه القديس استيفانوس. بعد ما التلاميذ بشروا في العالم كله، وبعد ما بشروا في اليهودية بالذات، حصل ايه؟ عدد المؤمنين المسيحيين زادوا قوي، وكانت احتياجات الخدمة دايما في تزايد مستمر، وقالوا محتاجين ناس تساعدنا، فانتخبوا ليهم 7 رجال مشهود ليهم وممتلئين من الروح القدس والحكمة علشان خاطر يخدموا المحتاجين، ويتفرغ التلاميذ للصلاة والتعليم، لان هو قالوا ان لازم ان احنا نتفرغ للتعليم وفي حد تاني يخدم خدمة الموائد. اختار المؤمنين 7 رجال بيحبوا ربنا جدا ومملوئين على حسب وصاياه، فوضع الرسل عليهم الأيادي وصلوا وباركوهم وأقاموهم ورسموهم شمامسة. وكان استيفانوس واحد من الشمامسة دي، راجل مملوء من الحكمة والإيمان. استيفانوس كان بيبشر بالرب يسوع، وكان بيصنع عجائب ومعجزات عظيمة جدا في الشعب. فقام اليهود اللي هم غير المؤمنين بربنا يسوع، اللي كانوا متغاظين من بابا يسوع قوي، قالوا ان هم يكلموا استيفانوس ويناقشوه ويقولوا له انت ليه بتعمل كده؟ فلما جم وناقشوه وقالوا له انت ليه بتعمل كده، محدش فيهم خالص عرف يقاوم حكمة الكلام اللي كانت عند استيفانوس. واليهود طلبوا من بعض الاشرار ان هم يكذبوا ويقولوا ان استيفانوس ده بيتكلم بكلام ضد كلام الله. ففي ناس كتير قوي اتضايقوا من استيفانوس وهاجوا عليه، وفعلا معلمي اليهود نجحوا ان هم يعملوا كده، وجابوه في المجمع مكان الصلاة والمحاكمات ليحاكموه. ولكن حدث أمر مدهش جدا. إيه اللي حصل؟ رأى الجمع إن وجه استيفانوس بدأ يلمع أكنه ملاك، وبدأ يتكلم بشجاعة كبيرة، وشهد للرب يسوع اللي اتكلم عنه الأنبياء عند مجيئه، وإزاي اتألم واتصلب من أجل العالم كله، وهو وحده بس اللي يستطيع إن هو يغفر الخطايا للناس كلهم. لكن هم من أجل إن قلبهم كان قاسي وما بيسمعوش كلام بابا يسوع، ما سمعوش كلامه. غضب الجميع جدا من استيفانوس، وهو نظر للسماء وجهه ممتلئ من الروح القدس، فرأى مين؟ رأى ربنا يسوع المسيح نفسه في مجد عظيم، والسماوات مفتوحة، وقال أنا باصص السماء اهي مفتوحة، وربنا يسوع المسيح في بهاء وعظمة كبيرة جدا. صاح الجميع جدا وصرخ بصوت عظيم وقالوا ايه؟ خرجوه برا المدينة وارجموه. لكن هو جسى على ركبتيه، يعني سجد كده ورفع عينه للسماء وقال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وقعدوا يرجموه لحد ما مات. لكن آخر كلمة قالها ايه يا حبايبي؟ قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. يعني سامحتهم يا استيفانوس؟ سامحتهم. انا هعمل زي بابا يسوع اللي لما كان على عود الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. نتعلم من استيفانوس ان هو علشان كان ممتلئ من الروح القدس ان هو دايما اسامح الناس، زي ما هو سامح الناس اللي كانوا بيرجموه ويموتوه، لازم اسامح الناس واتشبه ببابا يسوع نفسه. الآية بتاعت النهارده جميلة قوي، بتقول ايه؟ بتقول ان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقيه. الله، يعني لو عدوي جاع او عطش ااكله واشربه؟ ايوه، بابا يسوع قال لنا كده عشان نبقى ممتلئين من الروح القدس، ولما بابا يسوع يلاقينا كده هيدينا نعمة وحكمة، وعدوي ده يبقى صديقي بالمحبة. فإن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه. رومية 12:20. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم. ذاكروا كويس علشان خاطر خلاص الامتحانات قربت، وولاد ربنا دايما معروفين ان هم ناجحين، والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الاب والابن والروح القدس لنا واحد امين. شباب رابعه ابتدائي عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بتذاكروا عشان خاطر الامتحانات قربت. معانا النهارده الدرس الخامس من المحور الثاني. اسمه ايه؟ اسمه الشهاده للسيد المسيح. وهناخد قصه حلوه قوي، قصه قديسه كلنا بنحبها. قصه مين؟ القديسه دميانة. زمان في القرن الثالث الميلادي، يعني بعد 300 سنه من ميلاد بابا يسوع، حصل ايه؟ في عهد الامبراطور ديقلديانوس في كده مكان كان اسمه البرولوس بمحافظة كفر الشيخ في مصر. حصل ايه؟ دميانة الجميلة اتولدت من ابوين مسيحيين كانوا بيمشوا كل الوصايا اللي قالوا بابا يسوع، وكان باباها اسمه مرقس. اتعمدت دميانة في العام الاول من عمرها، يعني
غالبا كان عندها سنة. والدها باباها عمل حفلة كبيرة جدا 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 وعزم الفقراء علشان خاطر يحتفل ان دميانة بقت مسيحية. بعد فترة ماتت مامتها. دميانة كانت بتحب الصلاة جدا وكانت بتحب تقرأ الكتاب المقدس، واظبط على صلوات الكنيسة وأصوامها من وهي صغيرة. كبرت دميانة وبقت ست كبيرة كده وجميلة والناس كلها كان بيحبوها. واحد من الأمراء كان عايز يتجوزها، وفعلا اتفاجئ والدها برد فعلها لما قال لها، قالت له لا انا عايز اعيش طول عمري اصلي واسبح ربنا. وفعلا اتفرغت للعبادة، وباباها بنى لها قصر كبير جدا كده، وخدت 40 واحدة من العذارى من صحابها وقعدوا فعلا يصلوا ويسبحوا ربنا في القصر اللي بناه باباها. دقلديانوس الوالي عمل اضطهاد كبير قوي على المسيحيين. ابوها مرقس ضعف، تخيلوا، وبخر للاوثان وساب بابا يسوع. وقالت دميانة والدموع في عينيها، ازاي يا والدي تعمل كده وتترك عبادة ربنا الاله الحقيقي؟ وشجعته وقالت له لا لازم ترجع على اللي انت عملته، وقالت له ما تخافش من الموت وما تخافش عليا، انا ربنا مش هيسيبني. مرقس اتأثر جدا من كلمات بنته ودموع دميانة، فندم على اللي هو عمله وراح امام دقلديانوس وقال له انا اؤمن بربنا يسوع المسيح، مهما تعمل فيا مش هحيد عن الايمان اللي انا واخده من ربنا، وهشجع كمان بنتي وبنتي اللي شجعتني ومش هعمل كده تاني. فعلا بعد ايام قليلة عرف دقلديانوس باللي حصل، وان دميانة اقنعت اباها مرقس ان هو مش هيبخر تاني للاوثان، فارسل اليها احد القوات والضباط عشان خاطر تسجد هي للآلهة. طبعا رفضت بشدة وقالت له عمري ما هعمل كده، لو عملت فيا ايه ولا انا ولا ال40 عذراء اللي معايا عمرنا ما هنبخر للاوثان بتاعتك دي. عذبها لحد ما كانت خلاص هتموت. جالها الملاك ميخائيل وقواها، وفعلا الناس لما شافت ان هو قواها كده وشافها، ناس كتير قعدوا يقولوا ايه، نؤمن بإله دميانة، نؤمن بإله دميانة. قول معايا، قول قول قول، نؤمن بإله دميانة، نؤمن بإله دميانة. وأمر القائد إن هم كلهم يتقتلوا. يعني هم كده اتقتلوا بسبب دميانة، بس الحقيقة هم ما ماتوش، هم دخلوا السماء بسبب دميانة. المهم هنكمل. فشل القائد في إقناع القديسة دميانة إن هي تترك الإيمان، وفعلا لحد ما زهق خالص بقى وقال لها بصي احنا هنقطع رقبتك بالسيف انت وال40 عذراء اللي معاكي دول. وفعلا قطع رقبتها وبعد ما عذبها وقطع ال40 عذراء اللي معاها، وماتت بحد السيف. وقالت اعترف بربنا يسوع المسيح على اسمه وبه احيا الى الابد. اتدفن جسد القديسة دميانة في كنيستها اللي بناها الملكة هيلانا اللي هي كانت ام الملك قسطنطين، قرب مكان اسمه بلقاس بكفر الشيخ. وبعد كده اتبنى دير للقديسة دميانة في الحتة ديت، وبعد كده بقى طبعا اتبنى كنايس كتيرة قوي على اسمها، وبنات كتير قوي بتحب القديسة دميانة وتتشفع بيها، وبنات كتير قوي مسيحيين متسميين على اسمها. طيب نستفيد ايه بقى من الدرس؟ هل انت في المدرسة او في مدارس الاحد بتشهد لبابا يسوع زي القديسة دميانة؟ هل انت لما حد بيجي يقولك انت مسيحي هل بتخاف ولا بتقول له اؤمن بربنا يسوع المسيح؟ هل زمايلك في المدرسة لما بيلاقوك قوي كده في الايمان بيقولوا انا اؤمن بإله مارينا، اؤمن بإله مينا، عشان انت كنت قوي في الايمان وقدوة لاصحابك؟ ولا الناس بتشوفك تحس ان انت زيك زي الناس؟ مهم قوي حبايبي ان احنا نركز، انا بشهد لربنا يسوع ولا لا؟ لو حد جه هددني ولا ضربني عشان انا مسيحي هخاف ولا هفضل زي ما انا بؤمن بربنا يسوع؟ عشان كده الآية بتقول ايه؟ بتقول كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. معناها ايه؟ خليك امين مع ربنا يسوع حتى الموت، لحد ما خلاص هتموت، حتى لو هيجي على رقبتي. يعني لو حد جه قال يمينة انت تختار تعيش حياة حلوة ولا تموت عشان خاطر ربنا والحياة الحلوة دي بس هتسيب ربنا، هتعمل ايه؟ اقوله لا طبعا، ده انا اموت احسن. فكلنا لازم نعمل كده. الآية بتقول كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. رؤية 2 آية 10. سهلة جدا ونحفظها ونذاكر كويس علشان الامتحانات قربت، وولاد ربنا دايما مشهورين او معروفين ان هم لازم يبقوا ناجحين.
والمجد لله دائما ابديا امين. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حبايبي شباب رابعه ابتدائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتذاكروا. النهارده هناخد درس جميل قوي، هو الدرس السادس من المحور الثاني. بيقول ايه؟ بيقول حب الوطن، وهناخد مثال حلو قوي. دكتور جميل اسمه ايه؟ اسمه دكتور مجدي يعقوب. ايه بقى دكتور مجدي يعقوب؟ مين؟ كان بطل قصتنا وهو عنده 7 سنين أصيبت العمة أوجيني بمرض شديد قوي في قلبها، ولم يكن هناك جراح، ما كانش فيه جراح خالص يقوم بإجراء العملية. فوالده حزن قوي وهو قال إذن سأكون جراحا للقلب، وبدأ فعلا يذاكر ويجتهد كويس قوي عشان لما يكبر يبقى جراح للقلب. مجدي يعقوب اتولد في 16 من نوفمبر 16 نوفمبر 1935، أسرة مصرية مسيحية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. عيلته كانت من المنيا بصعيد مصر. بعد أن تم المرحلة الثانوية دخل في كلية الطب وتخصص في جراحة القلب. أول ما اتخرج دكتور مجدي يعقوب سافر لبريطانيا وعمل هناك أبحاث وصار من أشهر الجراحين اللي هناك. قام هو وفريقه بآلاف من العمليات الجراحية وعمليات زرع القلوب، فأطلقوا عليه لقب جميل قوي. اسمه ايه؟ اسمه ملك القلوب. منحته ملكة بريطانيا لقب اسمه سير، يعني فارس، لجهوده العلمية والطبية. الدكتور مجدي يعقوب أسس مؤسسة اسمها ايه؟ سلسلة الأمل، ومقرها بريطانيا عشان يساعد الأطفال اللي عندهم أمراض قلبية خطيرة. وفي مرة أحد المساجين اللي في السجون كان محتاج لعملية قلب كبيرة جدا، وكانت التهمة بتاعته ان هو قتل بعض الابرياء. هل بقى دكتور مجدي يعقوب يقول لا انا مش هعمل له العملية لان هو قتل بعض الناس؟ قال لا، انا مش هميز حد عن حد، انا هعمل له العملية عشان يبقى كويس وبصحة كويسة. بعد كده مصر منحته حاجة اسمها قلادة النيل العظمى لأجل خدمته في المرضى والمصابين، ولأن هو قدوة لشباب وأطباء مصر كلها. والقلادة دي ما كانتش بتمنح لأي حد، كانت بيدوها لرؤساء الدول بس لأجل خدمتهم العظيمة للمواطنين. مجدي يعقوب حب مصر جدا وقال أنا بقى أنسى مصر وأروح بريطانيا البلد اللي ادتني اللقب سير وأنسى بقى مصر وأعيش بره وخلاص؟ لا، هو حب مصر جدا وقال مادام ربنا وقف معايا واداني كل النجاحات دي انا لازم ارد الجميل لربنا والبلدي. حب وطنه قوي ومنساش، وافتخر ان هو مصري، ما هربش ان هو يبقى مصري، مع ان دول كتير قوي تتمنى بس ان هي تديله الجنسيه بتاعتها. انشأ مؤسسه في اسوان اسمها ايه؟ اسمها مؤسسه مجدي يعقوب للقلب، عشان يخدم المرضى وخاصه الناس الفقيره اللي معاش فلوس في مصر وفي افريقيا كلها. وأنشأ كمان مركز جنب المستشفى بيعمل أبحاث لمرضى القلب. خد جوائز كتير جدا 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 لدرجة إن هم أطلقوا عليه لقب أسطورة الطب في العالم، وعملوا له من كتر ما هو بيحبوه هناك تمثال في أسوان وواحد تاني في بلبيس عشان يقدروا المجهود اللي عمله لأجل خدمة مصر وكمان العالم كله. مجدي يعقوب كان إنسان مثال للإنسان المسيحي الأصيل اللي بيحب بلده. والآية بتاعت النهاردة جميلة قوي، بتقول إيه؟ بتقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. رؤية 2 آية 10. الآية جميلة وبتدل إن إحنا نبقى أمنا جدا في علاقتنا مع ربنا، وربنا هيدينا الإكليل في الحياة الأبدية. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم. ولاد ربنا دايما مشهورين إن هم دايما بيبقوا ناجحين، والمجد لله دائما أبديا آمين.